ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عساكم بخير يا رب العالمين. يا ريت تعملوا لي اعجاب على اي فيديو بتشوفوه علشان يترفع لناس تانية وتشوفه وتستفاد. يا ستي ما تعمليش كومنت، اعملي لي قلب، صلي على النبي، عرفيني عليكي، نفسي اتعرف على كل متابعيني بيتابعوني اكتر بلد هي ايه. شكرا ليكي حبيبتي. هنعمل دلوقتي وصفة لذيذة وجميلة، طبعا اكتر الناس عارفاها واكتر الناس بتحبها، بس انا قلت اعرفها للناس اللي ايه اللي ما بيطبخوهاش. هعمل دلوقتي المبكبكة. ليه بقى سموها مبكبكة؟ ليه بقى؟ علشان هي بتعمليها وتفضل بك 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 بك. فهمتي؟ عشان كده سموها كده. الوصفة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مكرونة اللي هي الحجم الصغير ده، تمام، ومعانا بصلايه قطعتها وقشرتها وغسلتها، ومعانا نص كيلو طماطم، ومعانا 4 معالق صلصه او معجون طماطم، ومعانا نص كيلو لحمه. طبعا انت على حسب عدد الافراد تقدري تكتري او تقللي، دي حاجه براحتك. تمام، هي دي المكونات بتاعتنا. طبعا ما بقولش الزبده دي بقى، انت اكيد عارفه ان احنا نعملها بزبده. يلا بينا نبدا الوصفه. حبيبة قلبي، أول حاجة تجيبي معلقة زبدة كبيرة كده حلوة، تحطيها على الحلة وهي إيه؟ الحلة وهي سخنة. قبل ما تسيح بنزل باللحم بتاعي، شايفة؟ قبل ما تسيح عشان إيه؟ ما تاخدش معاكي لون غامق. أهو قبل ما تسيح أهو، شايفة؟ بس حبيبة قلبي بعد بصي اديتها تشويحة بس، أخدت لون بس كده، بنزل عليها بالبصلاية بتاعتي اللي عملتها في الكبة. ما تعملهاش ناعم قوي يعني، خليها وسط. تمام حبيبه قلبي، واديها تقليبه كمان بالبصل. البصل انت عارفه هينزل ميه اللحم اهو. تديها تشويحه. بعد كده هوريكي انا هحط بهارات ايه. حبيبه قلبي بصي، بتاخد تشويحه كده، تفضلي تديها تشويحه، بتقعد تنزل في ميتها وبتبقى بصي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بنزل لها بهاراتي بقى. بعمل ايه بهاراتي؟ بحط ورق غار او ورق لورا، وبحط بابريكا او شطه على حسب بتحبيها حد او حاميه ولا لا، وجنزبيل بودر وقرفه رشه برضو، وفلفل اسمر وهيل ومسمار او حبهان وقرفه وقرنفل. تمام اهو. بعد كده بديهم كده ايه تقليبه وتشويحه تاني، وتشم الريحه القمر. كده حبيبه قلبي هحط ايه واحدتين كده مستكه، بتديها ايه طعم جامد مره. بعد كده هحط توم باودر اهو، حطيت معلقه توم باودر عليها، وبديها تشويحه برضو اهي. شايفه عماله تنزل ميتها، وبصي شكلها، بصي بقت جامده ازاي، بسم الله ما شاء الله اهو. ما اديهاش لسه اي حاجه. يبقى قلبي حطيت كاسه ميه سخنه اهي، زي ما انت شايفه الكاسه دي تساعد على تسويتها اهي. وحطيت فصين توم قطعتهم كده حلقات، تمام. وبعد كده هحط كيلو الا ربع طماطم ضربتهم في الكبه، وحطيت عليهم قرن فلفل حامي، و3 معالق صلصه او معجون طماطم، معاهم 2 مرقه لحمه او مرقه دجاج، بتدي تيست عالي جدا جدا للوصفه اللي انت شايفاها دي. بعد كده بنزل بيهم هنا على اللحم بتاعنا كده. تحطي عليهم لتر ميه سخنه مسخناها في الكاتل اهي، وتسيبيها لحد ما تدخل في التسويه. تبقى فاضل لها بتاع 5 دقايق او 9 دقايق اللي هي تسويه المكرونه. وهوريكي بعد ما استوت، يعني حوالي هتقعد لها بتاع على حسب نوع اللحم. في لحمه ممكن يقعد معاكي ساعه، في لحمه ممكن يقعد معاكي نص ساعه على حسب نوعه. فانا كل شويه هاجي اشوف كده، يعني بصي من تلت ساعه بصي عليها استوت ولا لا. اوكي، بعد بقى ما شفت اللحمه كده لقيتها استوت خلاص، استوت مش هستنى مثلا تكون فاضل لها حاجه، لا انا عايزه اكلها بقى ايه، بتبقى ملبن كده. بحط معايا اللي انا الكميه اللي انا عايزاها. انا هحط نص الكيس يعني نص كيلو، دي بتكفي 5 اشخاص. وبديها تقليبه كده، وبوطي وبسيبها بقى تغلي 9 دقايق، واطفي عليها النار، وهوريها لك بعد ما تخلص. اوكي حبايب قلبي، وده الشكل النهائي. طبعا انا غرفت لكم طبق، الباقي لسه موجود في الحله معانا اهو.
تمام. غرفت لكم بس طبق عشان تقدميه بقى لجوزك ولاولادك وحبايبك، واعملي الوصفه وكليها بقى مع المعصفور الايه الليمون المعصفر اللي انا عاملاه كمان في القناه، هيعجبك مره 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 مره. ومتنسيش ايه اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.